بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر الكريم شهر رمضان. عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا فاقدين. اللهم سلمه إلينا واستلمه منا وأنت راض عنا يا رب العالمين. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الوجبة الجميلة جدا اللي كلنا بنحبها، ومفيش وجبة في السحور بتخلى منها. دايما كلنا كده في السحور لازم نحط الطبق ده على السحور، الطبق الجميل المحبب لكل أفراد الأسرة. يلا بينا هنسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبتدي في الوصفة بتاعتنا. ووصفتنا يا جماعة النهاردة بطريقتي، مش بطريقة المحلات، بالطريقة اللي طول عمري بعملها واللي علمتهاني والدتي، واللي بشوفها بتعملها من صغري بنفس الطريقة. اعملوها زي ما انا هعملها كده وجربوها وقولولي ايه رأيكم فيها. هتدعولي والله لانها وصفة جميلة جدا، طريقة حلوة قوي قوي. الفول بيبقى جميل جدا جدا ومحبب، غير فول المحلات اللي كلنا بنجيبه، ومعظمنا بنجيب فول المحلات وما بيتاكلش، بيكون مصيره لصناديق القمامة. آه، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معايا الدماسة اللي هدمس فيها الفول، ومعايا الفول بتاعي انا منقياه كده واحدة واحدة، منقياه بالواحدة. ماشي، مطلعه منه اي حاجه ملهاش لازمه. بصوا مش بوريكم الفول، الفولة شكلها ابيض وتحس انها حلوه وكويسه، لكن فيها عيوب. ايه هي العيوب؟ بتلاقي فيها حته سودة، تلاقي فيها نقطه سودة، تلاقيها متحزمه كده بلون اسود، آه، تلاقي فيها نقط سودة. كل ده يا جماعة بتبقى الفولة كانت مريضة في الزرعة بتاعتها، فأصيبت بسوس، أصيبت بدود، مريضة. بصوا الفولة دي زي ما بوريها لكم كده فيها نقطة سودة من على جنب كده، دي معناها ان الفولة دي فيها حشرة، فيها اما سوسة اما دودة، الله اعلم. فانا باخد كل الفول اللي ملهوش لازمة ده وببعده تماما عن الفول اللي انا هشتغل بيه. مقادير ايه؟ انا معايا حسب الدماسة بتاعتي اللي انا هعمل فيها هتشيل كوباية ونص، كوباية ونص من الفول. بعد ما نقيتهم كده واحدة واحدة هعاير الكمية بتاعتي، هحط كوباية وهحط النص. طيب ايه ليه كوباية ونص؟ انا دمست كده يا جماعة عشان انا بحط كوباية بحط قدامها 3 كوبايات مية، فعلى بال ما احط ال4 كوبايات ونص بتوع الدماسة، كوباية ونص فول واحط 4 ونص مية، هلاقي الدماسة عندي اتملت. فهي كده مقدارها، يعني كل كوباية قدامها 3 او اي معيار قدامه 3. فانت تعايري الحاجة اللي هتعملي فيها بحيث توصلي للحتة. ما انت لازم تسيبي فيها حتة كمان عشان لما تغلي ما تكبش منك، فتشوفيها توصل لحد فين. حطي كوباية ولا حطي بولة ولا شوفي نفسك هتعايري بايه، وتحطي واحدة قدامها 3، واحدة قدامها 3 على طول، يعني بنسبة 1:3. حطينا كده الفول بتاعنا وهنغسله طبعا غسلة كويسة جدا جدا جدا، مرة واتنين وتلاتة عشان تطلعي الغبار اللي عليه. ما هو اكيد فيه غبار يعني مكان مسكة الايد بالنسبة للبياع وبالنسبة للفلاح واللي بينقل يمين واللي ينقل شمال ومن هنا ومن هنا. فلازم تغسلي حاجتك كويس جدا جدا عشان تشيلي اي ميكروبات من عليها. غسلتها خلاص يا جماعة ورجعت تاني حطيت الكوباية ونص الفول، وهحط ال4 كوبايات ونص مية. وصلت معايا ست الكل لحد هنا. ما كنتيش اشتركت معايا اشتركي معايا وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي اشعار جديد. كمان قبل ما تكتبي الكومنت بتاعك عشان ما تنسيش حطيلي لايك لو سمحتي. بتوصلني كومنتات كتير بس ما اللايك قليل جدا جدا، نسبة المشاهدة غير نسبة اللايك غير نسبة الكومنتات خالص خالص.
اهم حاجة اللايك يا جماعة، متنسونيش في اللايك لو سمحتوا. اللايك مش مكلف ولا ياخد منك جهد ولا فلوس والله العظيم. آه، الطريقة دي يا جماعة في عمل أو في تدميس الفول طريقة جميلة جدا جدا، ولو جربتيها هتعتمديها إن شاء الله. بصوا وصلت معايا لحد الحتة المخنوقة فوق دي. بصوا شايفين؟ يعني مقداري كده أنا الحاجة اللي أنا شغالة فيها مقدارها كوباية ونص، مينفعش أكتر من الكوباية ونص. ليه؟ لأن هحط عليهم 4 كوبايات ونص من المية. اتملت كده القدرة بتاعتي خلاص، ما ينفعش ان انا احملها فوق طاقتها. ده مش معناه ان انا حطيت 4 كوبايات ونص مية ان انا مش هحتاج مية تاني، لا. ده طول فترة الشغل على النار وانا كل شوية بروح ابص عليها واطمن على المية، لو كانت شربت بغلي مية واحط، بخلي مية في الكاتل جنبي مغلية وبزود منها، كل ما احتاج ازود كل ما احتاج ازود. وخدي بالك عشان ما تمسكش منك ولا تشيط منك، اهم حاجة الحاجات دي لازم تاخدي بالك منها. خدت الفول بتاعي حبايبي، حطه كده على النار عشان يغلي. بمجرد ما بيغلي بحسب له كده 3 دقايق يغلي معايا مستمرين على النار العالية اللي انا حطيتها عليه من البداية. اثناء ما هو بيغلي كده بحضر قطاية حلوة كده وبقطعها صغير كبير مش هتفرق معايا عشان هحطها على الفول في القدرة. وكمان معايا ليمونة، الليمونة معلش بتاعتي دي دبلانة شوية، بس مش هتفرق يعني هتقضي بالغرض. هحط الفول معايا كمان زي ما انتوا شايفين كده البيكنج باودر بتاع الحلويات يا جماعة، مادة نافخة طبعا، و هي مادة بتساعد في السوى. فانا هحط القوطة كده زي ما انتوا شايفين على الفول وهو بيغلي. لحد دلوقتي النار معايا عالية ما وطيتش منه، عشان اول ما اتحطت القوطة هدت الغليان معايا، هدي شوية لان القوطة طبعا باردة، فهدت معايا الغليان، لكن هيبتدي يغلي تاني. حطيت الليمون عصرتها كده. طب ايه فايدة الليمون؟ الليمون بيخلي الفول فاتح، بيساعد ان الفول يبقى فاتح وما يغمقش معايا. هيبتدي تغلي تاني زي ما كانت قايمة بالغليان اهي، تبتدي كل شوية تشد في حيلها في الغليان. وهجيب البيكنج باودر واحط معلقة. خدي بالك ان بمجرد ما بتحطي البودر، بمجرد ما بتحطي البودر بيغلي بتشتد درجة الغليان في القدرة معاكي. محضرة طبعا عدس ورز، بس انا مورياكم كل حاجة لوحديها عشان خاطر احطهم برضو على الفول اثناء التسوية. بس انا الصراحة ما حطيتهوش من البداية، انا حطيته في بعد ساعتين كده، حطيت العدس وحطيت الفول على قدرة الفول بعد ساعتين من التسوية زي ما انتوا شايفين كده. خدي بالك لابد انك انت تاخدي بالك ان الغطا على القدرة لازم يكون موجود على طول، يعني تعملي حاجة وتغطي على طول. البخار يا جماعة مخلي معلش مخلي الصورة مش باينة، مضيع الصورة البخار بتاع الغلية والتسوية، مخلي الصورة مش باينة شوية. بصي ما شاء الله اهي ابتدت يعني ايه تستوي شوية زي ما انت شايفة كده تغلي. نسيت اقولك بعد ما غلت معايا 3 دقايق وطيت النار هادي جدا جدا. خدت يعني اصغر شعلة عندي على البوتاجاز في البوتاجاز، ووطيتها جدا جدا زي الشمعة. عارفة يعني انتي نفسك كده لو بصيتي بسرعة كده تحسي انها مش والعة، بتغلي معايا زي ما انتوا شايفة كده اهو. وكل شوية اغيب يا جماعة، بص اول ما احس ان المية نقصت ازود مية مغلية، كل ما احس ان المية نقصت ازود مية مغلية. ولما تحبي تسوي الفول على البوتاجاز خدي بالك يا ست الكل، ولازم تعمليه وانت صاحية عشان تبقي منتبهة كل شوية تبص عليه. لكن لو سخان حطيه وانسي نفسك، لو السخان اللي هو السخان الصغير اللي بنشتريه ده. لكن طول ما هو على البوتاجاز وطول ما انتي مشغله البوتاجاز اوعي تسيبيه وتنامي،
لان خطر جدا جدا طبعا. النار خطر في البيت، ان انت تولعي نار وتروحي تنامي يعني موضوع شديد الخطورة. زودت مية زي ما انتوا شايفة، والرز زي ما انتوا شايفة معايا، والفولاية مستوية زي الزبدة اهي. بس لسه هسيبه تاني شوية واغطي كده. خدي بالك الهواء ما يدخلش للقدرة او يدوب. اعملي اللي انت عايزاه بسرعة وغطي بسرعة شديدة جدا. ايه خلاص وصل معايا المرحلة استوى، بس انا هبتدي اقلب. اقلب كتير جدا جدا عشان يمتزج معايا المكونات اللي انا حطيتها، العدس والرز مع الفول، ويديني درجة التماسك اللي انا عايزاها. فانا هقعد اقلب واقلب واقلب كتير جدا 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 جدا. واقولك على غلطة انا عملتها، معلش، الرز والعدس زادوا معايا شوية، انتي قللي شوية. ونتيجة ان الرز زاد معايا ابتديت اقلب كتير جدا جدا عشان اوصل لدرجة لون موحدة في الفول، ما يبقاش الرزاية باينة. فانا قعدت اقلب كتير جدا جدا عشان اوصل بيها للمرحلة اللي الرز ما يبانش فيها. فانت يا ست الكل قللي الرز شوية عن كده، يعني نص كوباية، نص كوباية، كوباية الشاي اللي هي 200 مللي دي، حطيها رز على عدس وحطيها ونسيها، فهيستووا فمش هيبانوا وسط الفول. تقلبي كده هيديكي درجة تماسك رائعة جدا جدا. انا بقلب عشان ياخد معايا لون واحد. شوفي لسه موجود الرز باين. دي غلطة انا كان ممكن ما اقولكيش عليها، لكن انا بقولك انا غلطت في ايه وايه اللي ممكن يحصل. طبعا انا دايما بحط اقل من كده، بس المرة دي يعني ايه، طمع شوية. استوى معايا الفول، وزي ما انت شايفة كله بقي لون واحد اهو، وده مسك درجة التماسك بتاعته، بقت ما شاء الله عليها. دي يعني قدمت لكم الطبق اهو. طبعا طريقة تقديم طبق الفول طرق كتيرة جدا جدا. ممكن تحطي طحينة وتوابل، ممكن تحطي تسبيكة، تسبيكي بصل وقوطة او قوطة لوحدها. ممكن تحطي زيت وليمون وكمون زي ما انا عاملة دلوقتي. ممكن تحط زبدة، ممكن تحط سمنة بلدي. حاجات يعني أنواع كتيرة جدا جدا لطريقة تقديم طبق الفول. المهم زي ما انت شايفة ست الكل، الطبق ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا جدا جدا. ريحة الفول بسم الله ما شاء الله، بمجرد ما غلي من أول غلوة قلبت البيت كله فوق تحت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الفولة مزبدة جدا 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 وناعمة جدا جدا زي ما انت شايفة. كل فولة بفولتها كده اهو. العدس والفول، العدس والرز امتزجوا كده وعملوا معايا درجة صلابة، او الفول تخن شوية، يعني ما هي مادة تماسك عشان النشا اللي في الرز. فعمل معايا الفول بيه متماسك كده زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. وصلت معايا يا حبيبتي لحد هنا، ما تنسنيش في اللايك. لو انت مش مشتركة معايا اشتركي وفعلي زر الجرس، واعملي لي كومنت حلو ومشجع. شاركي لو الفيديو عجبك، شاركي مع حبايبك واصحابك. لحد هنا بقولك كل سنة وانتي طيبة، واتمنى اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتوحشوني.